يا صباح السعادة والتفاؤل والنور وكل حاجة حلوة عليكم. يلا النهاردة نحضر فيديو بتاعنا كده روتين سهل كده وخفيف من اول 6 الصبح لغاية بالليل. اول حاجة كده انا عملت سندوتش جبنة كيري على جبنة رومي على لانشون وقطعته بالشكل الحلو اللي احنا شايفينه ده اللانش بوكس، وحطينا بقى خيار. اما هنا حطيت لها استفندي وموزة قطعتها حتتين كده عشان اللانش بوكس بتاعنا مش هياخدها كاملة. بس كده، ومش هننسى المية. بينا بقى نخش على الغدا. دي بقى عندي كزبرة. انا جبتها علشان احمرها للقلقاس. حمرتها واما بتاخد اللون بتاعنا ده اللي هو الاخضر غامق كده في الزيت، وبحط لها توم فصين 3 كده وبدقها بالشكل ده قبل ما تبرد. بدق فيها بقى خالص لما تنعم، وممكن تسهلي لنفسك وتضربيها في الخلاط وتحط لها بقى ميه او شوربه، اما تضربيها في الكب. انا بضربها الصراحه بالهون كده لما بتنعم معانا بالشكل الحلو ده. يلا بينا بقى نخش على على القلقاس بتاعنا. دي اولا كده شوربه فراخ، انا مصورتهاش عادي، احنا عارفين الفراخ بنشوحها ونحط لها بصلايه وبنحط لها الميه بتاعتنا المغليه. بس كده شلت الفراخ وحطيت مكانها القلقاس. هي الشوربه بتاعتي كانت نضيفه وما كانش في حاجه، واي حاجه بقى يعني بصل او حاجه فانا شلته بمصفى، وحطيت لها طماطمايه زي ما شفنا كده وحطيت القلقاس. هنا حطيت معلقه كده صغيره من الثوم، انا عندي الثوم مفروم فحطيت معلقه صغيره. الفراخ بتاعتي بقى كده كانت استوت وحطيتها في الصينيه دي، وهدهنها كده بالصلصه بتاعتي. الصلصه دي عباره عن صلصه اللي هي اللي هي بتيجي معلبة. بحط عليها ليمون كزبرة وملح فلفل اسمر وسبع بهارات وخل وزيت، وبشيلها عندي بقى وقت ما احتاج ادهن الفراخ بتاعتي وادخلها الفرن بدخلها. هنا بقى الرز بتاعي غسلت الكمية اللي انا هحتاجها، وحطيت العقد بتاعنا وحطيت ملح، وهنزل عندي بحبة زيت، وفي الاخر خالص بحط بقى معلقة من السمنة البلدي. بس كده. اما هنا بقى القلقاس بتاعي كان خد غلوة والتانية، هنزل عندي بقى كان دخل في السوا خلاص. هنزل عندي بقى بالكزبرة بتاعتي بعد ما ضربتها كده وطحنتها حلو. بس كده. نزلت عندي بقى معلقتين كده من الكزبرة ومعلقة صغيرة من الملح، وهياخد غلوة وهقفل عليه وهيبقى بالشكل الحلو اللي احنا شايفينه ده، وبألف هنا على اللي كده. تعالوا بقى بينا نحضر كده طماطم تبقى حلوة وعندك سهلة كده وسريعة عندك في الفريزر او في التلاجة زي ما تحبي. حطيت معلقتين صلصة جاهزة مع الزيت، وحطيت بابريكا. هنشوف دلوقتي انا حطيت رشة من البابريكا ده بيدي لون حلو قوي للطماطم بتاعتنا لو هي مش حمرا قوي. انا بقلبهم بقى كده في بعض، وبقوم راح حاطه الطماطم بتاعتي. عصير الطماطم ده انا كنت عامله شفشق كده او شفشقين من عصير الطماطم، وبسيبها بقى تتسبك على نار هاديه خالص لما تطلع معايا بالشكل ده. لما تنشف كده معايا خلاص بقدر ان انا بقى افرزها بقى عندي. بعمل بقى على قد الاكله بتاعتك، وبقوم راح فرداها كده، بتك على الكيس بتاعي بفردها بالشكل ده عشان اعينها في الفريزر بدل ما اكتلها. ممكن ببقى محتاجه مثلا قطع يعني حاجه بسيطه كده من الصلصه، فانا بقدر اقسم الكيس عادي. بس كده بفرده بردك كده زي ما احنا شايفين، وبقى وبدخله بقى الفريزر اجمده عادي بقى براحتي وقت ما احتاج وبطلعه. وبطلعه قبلها بربع ساعة نص ساعة بيكون فك معايا. ليه؟ علشان ببقى مبططاه كده بالشكل ده، وبيبقى سمكه رفيع. اما لو كلكعته بقى على بعضه فبياخد وقت شوية عقبال ما احنا نفكه بالشكل الحلو ده كده. وده روتين النهاردة، يا رب يكون عجبكم. لو عجبتكم قناتي واول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة ودوسوا لايك وصلوا على النبي.